حراسة مرمى الأهلي والزمالك في أمان، أحسن حارس ناشئ في مصر وأحسن حارس صاعد في مصر. الاتنين دول بيثبتوا معنى التحدي بيني وبين نفسي، إن أنا لو قاعد دكة بقالي فترات طويلة مع النادي بتاعي، أو أنا مثلا لسه متصاعد من الناشئين وبلعب ماتشات أتقل من اللي كنت بلعبها مع الناشئين بمراحل، في الوقت ده أنا هثبت لنفسي وكل اللي بيتفرجوا عليا إن أنا قد المسؤولية وقد التحدي، وقادر إن أنا أكون رقم واحد في مصر في يوم من الأيام. حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي وحارس المنتخب الأولمبي، الولد ده من أول البطولة عامل مستويات عالمية، تخيل 3 ماتشات، ماتشين كلين شيت، والجون اللي دخل فيه من منتخب اسبانيا في اخر دقايق ولا يسأل عنه. اقسم بالله يا جدعان، حمزة علاء من احسن المواهب في حراسة المرمى اللي موجودة في مصر وفي افريقيا، لان الولد ده من دلوقتي الاهلي يقدر يعتمد عليه كحارس اول، وهيبقى على قدر المسؤولية، وهينافس مصطفى شوبير والشناوي. اما عن محمود الشناوي يا جدع، اقسم بالله انا عشقتك، يعني انا عايز اقول لك ان الولد ده حبيته جدا، لانه هو بسنه الصغير ده افضل من الاثنين الكبار اللي بيقفوا اساسي لنادي الزمالك، افضل من عواد وافضل من محمد صبحي. الولد ده اعلى منهم بكتير، اقسم بالله. ما تقوليش بقى خبرات وفنيات الولد بيعمل الولد عنده ردة فعل، عنده تكنيك عالي جدا. الولد في الماتشات اللي فاتت ديت شايل اجوان مؤكده. انا عايز اقول لك ان هو في الماتشين تقريبا كان راجل المباراه. خلاص خلصنا، المهم دول بقى هيبقى مستقبلهم ايه؟ يعني انا عايز اعرف مستقبل الحراس دول هيبقوا ايه. محمود الشناوي ده هيكمل مع الزمالك وهيبقى حارس الاول بتاع نادي الزمالك، وهيبقى من احسن المواهب وهنشوف اسطوره بعد كده. حمزة علاء هيلعب مثلا على مصطفى شوبير وهيلعب على الشناوي بعد كده وهيبقى مستواه كويس. انا بالنسبه لي دول ممكن يكون هو ده المستوى اللي بيقدموه بعد كده، مش هنشوفهم في الفترات اللي جايه مع انديتهم. ولكن انا عايز اسال، دول مستقبلهم ايه؟ دول حتى ما تلعبهمش في الدوري المصري، دول يا اما تحترفوا يطلعوا اعاره كده احتراف وبعد كده يرجعوا لك، انا ما عنديش مشكله، ولكن دول حرام يقعدوا دكه والله. الحل الامثل ليهم ان هم يطلعوا اعاره في انديه محترمه، في انديه محترمه، وقت ما تحتاجهم ترجعهم سكه وضوء. لان في الاهلي لو الشناوي استمر هيبقى حمزة علاء حارس رابع، حارس رابع، يعني ملوش فرصه خالص، ملوش فرصه نهائي في النادي الاهلي. نفس الكلام محمود الشناوي، لو الزمالك جاب حارس جديد الفتره اللي جايه ولسه عنده عواد ومحمد صبحي، برده مش هيبقى له فرصه، مع ان الاثنين دول ما ينفعش يقعدوا دكه. والله العظيم يا جدعان انا بيصعب عليا تدمير المواهب دي.